لا يشغل بالي ولو للحظة قدرة النصر على إيقاف سلسلة انتصاراتنا. هذا كان تصريح خورخي خيسوس قبل بداية مباراة الهلال والنصر. شو رأيك يا صديقي إذا بقول لك بأنه لويس كاسترو قدم الشعرة اللي كسرت ظهر البعير؟ وشو رأيك إذا بقول لك أنه ما قدمه النصر على مستوى كرة القدم لا يقدمه فريق كبير؟ الهلال يواصل سلسلة الانتصارات ويثبت أنه إذا كنت أنت حابب تواجه الهلال فيفترض أنك تكون تمتلك القدرة على تقديم 90 دقيقة قريبة جدا للمثالية، لأنه من الواضح أنه في هذا الموسم بعد الهلال ما في كبير. تفاصيل أكثر عن موقعة نصف النهائي اللي جمعت ما بين الهلال والنصر واللي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. بشكل مفاجئ حب يدخل فيه نادي النصر، الا انه النتيجه ما كانت مفاجئه ابدا بالنسبه للجميع. بين طرد كريستيانو رونالدو ورحله الهلال لتحقيق كل الالقاب الممكنه انا اغيد. وبدايه مرحبا، النصر بنصف نهائي السوبر بمواجهه الهلال دخل بتشكيله كانت مفاجئه بالنسبه للكل. اختياره لفكره اللعب بخمس مدافعين هو شيء ما جربه نادي النصر لحد هاي اللحظه. هذا ما بيعني ابدا انه التجربه كانت سيئه، وانا من وجهه نظري الفكره على الوراء كانت منطقيه. لهيك لما اختار لويس كاسترو انا من ردة فعلي كانت انه اوكي تمام، وخصوصا انه الفكره مجربه من قبل من جاياردو، وانا عندي ثقه اساسا انه هذا الرجل لما استوحى هاي الفكره استوحاها من مباراه الاتحاد والهلال. كره القدم لا تقاس بالنتائج، وبالرغم من خساره الاتحاد قدام الهلال لما لعب بالخمس مدافعين الا انها كانت واحده من المباريات الصعبه اللي حدد بشكل او باخر من وصول الهلال للمرمى. الهلال بفلسفته الاساسيه بيعتمد على انه يخلق اكبر عدد ممكن من اللاعبين بمنتصف ملعب الخصم. الهدف من انك انت تلعب بخمس مدافعين ورا انك اضعف التقدير تخلي لاعب على لاعب بالنسبه للاعبين الهلال، وباللحظه اللي بقرر فيها الهلال يحصل على الكره الثانيه من نصف ملعبك انت بتكون قادر على انك تزاحمه عليها. شوط اول دفاعي قدمه النصر بشكل كثير ايجابي. الهلال عاده ما تعود بانه يخلق زخم عددي كثير كبير على الجهه اليمين. اليوم بتواجد لابورت وبروزوفيتش اوتافيو اللي بيمين فترات كثير كبيره ليتحول لجناح ايسر بالنسبه لنادي النصر، كان قادر يخلي هي الجهه اقل فعاليه بالنسبه لنادي الهلال. واضح انه لويس كاسترو كان عم يوصل فكره انه انا تعلمت درس من مباراه الدوري. وبالنسبه لموضوع البناء والتحضير راح اتنازل عنه مثل ما بده الكل، لانه قدام ضغط الشرس اللي ممكن يطبقوا عليك الهلال فكره تحضيرك للعب بجوده العناصر اللي بيمتلكها النصر انا بالنسبه لي كان هو مضيعه للوقت. فكره النصر الهجوميه كانت تعتمد على التحولات بشكل مطلق واللعب على المساحه اللي بظهر ياسر الشهراني تحديدا. شوط اول جيد قدمه نادي النصر وعدم قدره النصر على التسجيل بسبب جوده العناصر الدفاعيه اللي بيمتلكها نادي الهلال، لانه انا من وجهه نظري خليدو كوليبالي ان لم يكن افضل لاعب على مستوى المباراه فهو ثاني افضل لاعب بعد سافيتش. شوط اول مثالي من علي البليهي وخليدو كوليبالي خلوك تشوف كل تحولات نادي النصر من دون اي فائده اساسا. النصر كان عم يستهدف في التحولات تبعيته بانه يخلق منافسات لساديو ماني مع علي البليهي واحد على واحد، الا انه علي البليهي كان قادر انه يتعامل مع ساديو ماني بهي المواجهات. رهان لويس كاسترو على تفوق ساديو ماني على علي البليهي ما كثير اتى بثماره مثل فكره الخمسه ورا، الا انه اللي اختلف ما بين الاتحاد بالخمس مدافعين والنصر بالخمس مدافعين هو قدره الخط الامامي اساسا على الضغط. اليوم كريستيانو رونالدو قدم واحده من اسوأ مبارياته، المدرجات امتلأت لحتى تشوف رونالدو هو جاي على الملعب ورونالدو اساسا ما اجى على المباراه. سيء على مستوى الضغط، وقوع مصيدة تسلل بشكل كثير كبير، وبعيدا عن حاله الطرد اللي تعرض له هو كريستيانو رونالدو اليوم قدم واحده من اسوأ مبارياته من اللحظه اللي اجى فيها على نادي النصر. قد تظن انت بالبدايه انه مباراه العين كانت اسوأ من هي المباراه، لانه هي المباراه حرفيا كريستيانو رونالدو كان واحد من الاسباب اللي ساهمت بهزيمه نادي النصر. اوتافيو كان مطالب ببذل مجهود كثير كبير ما بين العوده لقياده التحولات، محاوله الضغط لما تكون الهلال عم يتدرج بالكره، وبعد ما الهلال يلعب الكره العاليه عودته لتقديم مسانده عدديه اساسا لخلق نوع التوازن اللي نحن حكينا عنه. الشوط الاول كان تقريبا الهلال والنصر عم يلعبوا الراس على راس، واثنيناتهم كانوا عم يحاولوا يخلقوا تفوق عددي باي مربع من مربعات المباراه. المباريات الكبيره تحسم بالتفاصيل الصغيره. اليوم ما قدمه نادي النصر بعد الدقيقه 60 اساسا وبيوحي لك انه الهلال يتعامل مع التفاصيل الصغيره على انها تفاصيل كبيره ويراعي جميع الامور اللي بتصير خلال 90 دقيقه. الشوط الاول فكره لويس كاسترو نجحت بشكل ممتاز انا من وجهه نظري، وقدر يحصل على المراد اساسا بانك تخرج متعادل بدون استقبال اي اهداف، ولولا قدره علي البليهي واداء كوليبالي العالي لربما النصر كان خرج متقدم عن مستوى الشوط الاول، وكان ممكن ان تختلف الروايه عن مستوى الشوط الثاني. اما بالنسبه للشوط الثاني فانا من وجهه نظري خيسوس هو واحد من افضل المدربين اللي بيقدروا يقروا المباراه، ولما تم وصف الشوط الثاني على انه شوط المدربين كانت العباره هي الاصدق على مستوى كره القدم، لانه خيسوس من اللحظه اللي اجى فيها على الهلال ومن البطوله العربيه اساسا بالرغم من انه بيوحي لك انه هو بيدخل بشكل واحد وافكار واحده وبيضل يطبقها طول المباراه، لانه هي التفاصيل الصغيره اللي كنا عم نحكي عنها خيسوس يجيد قراءتها خلال 45 دقيقه. الهلال اللي بدا المباراه مصدوم مثلي ومثلك انا بتشكيله النصر اللي دخل فيها استطاع ان يجد الثغرات على مستوى الشوط الثاني، تطوير الظهيرين
والسماح لهم للتقدم بامتار كثير كبيره على مستوى المباراه، اعاد المباراه للنقطه اللي كان خايف اساسا من لويس كاسترو. لما يتقدم سعود عبد الحميد وياسر الشهراني، مالكم سالم الدوسري يضبوا بالعمق بشكل اكبر. عدنا للنقطه اللي لويس كاسترو بخمس مدافعين كان عم يحاول يتفاداها. الهلال بالشوط الثاني اجاد فكره اعاده خلق التفوق العددي بملعب الخصم، رفع حده الضغط وتحويل المباراه لرتم كثير سريع، قدر يخلخل خطوط النصر اللي كانت اقل ما يقال عنها انها متماسكه على مستوى الشوط الاول. النصر لحد اللحظه ومن بدايه الموسم اكبر عيوبه هو بشكل مفرط انك انت لما تحوله من وضع ثابت لمتحرك او من وضع يكون فيه متحرك وتحاول ترجعه للوضع الثابت بيعاني من مشاكل كثير كبيره. اللحظات اللي انت ممكن فيها تاذي نادي النصر هي باللحظه اللي بيكون عم يحاول يرتب فيها اوراقه. من هي اللقطه اساسا اجى الهدف الاول لنادي الهلال. اذا بتراجع معي لقطه الهدف الاول حتشوف الخيبري واوتافيو واقفين بنفس النقطه وبنفس المكان لانهم كانوا اساسا بوضعيه النصر رايح فيها بارتداد. ذكاء سافيتش وسوء اتخاذ قرار من علي اللاجامي، مشكله اعاده تنظيم الصفوف اللي هي اكبر عيوب نادي النصر ساهمت بشكل كثير كبير بالهدف الاول. اما على مستوى الهدف الثاني ففي نقطه كثير مهمه بتتعلق بلاعبين نادي النصر، وحدثت على مستوى الشوط الاول لانها حدثت بمناطق كثير بعيده عن مرمى نادي النصر. لو هيك لربما ما تكون اعطت ذاك الاثر اللي انت ممكن تتعامل معها على انه عيب. هي باكثر من مره كنت عم شوف عبد الله الخيبري تحديدا لما يكون عم يضغط على لاعب بنص الملعب او على احد الاطراف واللاعب بيقدر يتجاوزه، عبد الله الخيبري بوقف. ولحظات كثيره انت بتشعر انه لاعبين نادي النصر ما قادرين يركزوا على مده ال90 دقيقه، لحظات من السقوط الذهني غير مبرره ولا تليق باسم لاعب عم يلعب بفريق كثير كبير. الاسم اللي بيمتلكه نادي النصر هو بصراحه اعلى بكثير من جوده لاعب المحلي المتواجد على مستوى نادي النصر. اليوم انا لما اشوف سعود عبد الحميد، سالم الدوسري وحتى علي البليهي، تتفق انت بتحبه او ما بتحبه، بتحب شخصيته او ما بتحب شخصيته، على مستوى اداءاته على ارضيه الملعب جوده اللاعب المحلي المتواجد في لاعب الهلال تليق باسم النادي. ونفس الحده اللي انا عم بحكي لك فيها هلا قيس على نادي النصر. انا لو ما واثق انه هي اللعيبه عم تنهار تحت الضغط ذهنيا انا كنت لك انه اغلب اللعيبه ما حابه تلعب. طبعا الموضوع لا يقتصر بس على اللاعب المحلي على مستوى نادي النصر. اليوم واحده من اسوء مباريات كريستيانو رونالدو اضافه لبروزوفيتش ولابورت. انا ما شفت بروزوفيتش بهذا السوء اللحظه اللي اجى فيها لنادي النصر. بروزوفيتش من مباراه الدوري قدام الهلال قدم واحده من اسوء مبارياته واليوم يعيد الكره ليقدم واحده من اسوء مبارياته قدام نادي الهلال. انا ما عم بفهم كيف على مستوى الهدف الثاني انت لتفهم علي اكثر استحضر معي الهدف الثاني. بروزوفيتش عم يقود الارتداد، حول كره لاوتافيو، يفترض بروزوفيتش يركض مع اوتافيو، لا اخذ خطوتين لورا، اوتافيو رجع اعاد الكره لبروزوفيتش، بروزوفيتش ناطر الخيبري يفتح معاه، الخيبري قرر كمان يرجع لورا. عمليه الارتداد من غير الممكن انك انت تطبقها اذا ما كنت تمتلك السرعه. الهلال جودته مو بسرعه العناصر، لربما الحديث عن سرعه الهلال هو واحد من اكثر الامور الشائعه حاليا على مستوى الشارع الرياضي السعودي، بس السرعه اللي بنوصف فيها الهلال هي السرعه باتخاذ القرار، هي السرعه بتطبيق الافكار. اليوم النصر باستقباله للهدف الثاني كان عم يحاول يخلق ارتداد اقل ما يقال عنه انه هو ابطا ارتداد على مستوى العالم. انا اول مره اشوف فريق حابب يطلع لقدام لعيبته بتعطي الباص وبترجع لورا. بالنسبه لي موضوع غير مفهوم يلام عليه لويس كاسترو. وانا اذا تفهم انت من حكي اني انا عم برر لويس كاسترو، لويس كاسترو ببدايه المباراه اتخذ قرار صحيح الا اني انا مع اقالته. خلاص الرجل واضح انه فقد الثقه بالمجموعه، المجموعه فقدت الثقه بالمدرب، المدرب فقد الثقه باللاعبين. خلص يعني موضوع اعاده تجديد الثقه بين المدرب واللاعبين والجمهور موضوع ماضي على الوقت. خلاص بدل المدرب، بدك تجي انت في بدايه الموضوع لما خرجت من دوري ابطال اسيا وانت حاط ببالك انه انت اخي بدك تبدل المدرب، بدل المدرب، انا ماني ضد تمام، بس تبديل المدرب من دون تغيير جزء كثير كبير من العناصر لا يعني انا من وجهه نظري ما بجيب لك اي نتيجه، ما بجيب لك اي نتيجه. اليوم انت لما تحكي على الهلال منظومه مبنيه على الثقه اساسا. اليوم اللحظه اللي قرر فيها خيسوس يعمل رد الفعل على التشكيله اللي دخل فيها لويس كاسترو شو هو كان؟ انك انت تطير اظهرتك الاثنين. الهلال نادرا ما يطير اظهرته لقدام الاثنين، عاده سعود عبد الحميد بيميل الايسر بيطلع، الايسر بيميل سعود عبد الحميد بيطلع، وهذا الموضوع جاي من ثقه خورخي خيسوس بقدره علي البليهي وخليدو كوليبالي بالتعامل مواقف واحد ضد واحد. انت لما طيرت اظهرتك انت كنت عارف انه حتصير كثير من المواقف يواجه فيها علي البليهي ساديو ماني 1 على 1 وكريستيانو رونالدو وخليدو كوليبالي 1 على 1، انت ما كان عندك مشكله. وثقه المدافعين بجرؤتهم باتخاذ القرار وانه يضغط على المهاجم بشكل مباشر وثقته بتواجد ياسين بونو. ياسين بونو للمره المليون انت مضطر تطلع وتقول، وقد يبدو الحديث مكرر، الا انه ياسين بونو له لقطات لا يمكن ان تمحى من عقل الهلاليين، وفي حال حقق الهلال كل الالقاب ممكن هذا الموسم فالفضل الاول اللي عم يعود لخيسوس او لتالق سالم الدوسري او حتى لمالكم اللي عم يسجل 4 أهداف خلال اخر 6 مباريات، اللي رجع فورمه بعد دروب عاشو. ياسين بونو اليوم على مستوى الشوط الاول قدم انقاذين لربما هن جزء من اللي خرج رونالدو من المباراه. ياسين بونو قدم مباراه كثير عظيمه. فالثقه الموجوده بخيسوس بقلوب الدفاع، الثقه الموجوده بين قلوب الدفاع وبين قلوب الدفاع وياسين بونو بتخليك تعرف انه العمل اللي عم ينبنى اليوم بنادي الهلال هو اكبر بكثير بصراحه من العمل الموجود على كل
العمل الموجود بكل ادارات انديه الدوري السعودي. اليوم الهلال قدر يقدم مباراه حالها حال 33 مباراه قبلها. الهلال عنده القدره على التعامل مع المباريات وفقا للمعطيات. خيسوس الصوره الماخوذه عنه على انه هو مدرب متزمت بافكاره، لانه يمتلك القدره على التعامل مع التفاصيل الصغيره اللي انا وانت ما كثير بنشوف. التفاصيل الصغيره اللي بتصير بالمباراه خيسوس عنده القدره على علاجها من دون احداث شرخ كبير، مثل تحويل التشكيله من 4 مدافعين ل5. خيسوس اليوم لما انت تاخذ عنه الفكره النمطيه على انه مدرب روتيني عنده القدره على اعاده تطبيق الافكار نفسها بالمباراه، وانه كثير من الناس بتقول لك انه الهلال يمتلك شكل هجومي واحد، الهلال يمتلك فكره الضغط فقط، تمام؟ بس اليوم انت لما تطلع لا، خيسوس الافكار التفاصيل الصغيره ما بيحاول يحلها بتغيير شامل على مستوى المنظومه، انه يلا انا بلعب ب5 مدافعين وانا طول عمري متعود العب ب4. انت اضعف الايمان انت طالما هي المباريات مهمه بالنسبه لك. بتعرف انا هي مشكلتي مع لويس كاسترو بصراحه، هي مشكلتي الاساسيه مع لويس كاسترو، انه كان عندك مباراتين على مستوى الدوري ما لهم مهمين بالنسبه لك. انت انتصرت بال8 وانتصرت بال5 وانتصرت بال1، ما عندي مشكله ابدا. ليش ما جربت ال5 مدافعين هنيك؟ خايف؟ انت خايف يعني انت كان همك انك انت تخبي الفكره، وبس يجي خيسوس على مباراه الهلال تقول له شوف انا جاي فكره جديده. تغيير شامل على مستوى المنظومه نادرا ما يؤتي بثماره بمباريات ومواقع حساسه. هنيئا للهلاليين بمدرب انا من وجهه نظري ظلم في اوروبا، اخذ القيمه اللي بيستاهلها على مستوى القاره اللاتينيه واليوم على مستوى اسيا. المملكه العربيه السعوديه واداره نادي الهلال اعادت تصدير خيسوس على انه واحد من افضل مدربين العالم، شاء من شاء وابى من ابى. المدرب عنده القدره على اداره اللعبه بالطريقه المثاليه في عالم التدريب. انا رايت اليوم هلال بالرغم من عدم مداوره، انا واحد من الناس اللي طلعت وحكيت برجع اشوف فيديوهات ما عندي مشكله ابدا، الموضوع كله موجود اساسا، انه خيسوس عندي مشاكل معه انه هو ما بيداور. انا اليوم ايقنت تماما انه هذا الرجل اهل مكه ادرى بشعابها، اهل مكه ادرى بشعاب. هذا الرجل جهز فريق بدنيا انا بحاجه المداوره. اليوم انا لما اشوف انا لما اشوف 60 دقيقه من النصر وبعد الفريق وقع خالص ما عاد حضر، انا بعرف انه الهلال ما بحاجه المداوره. انا اكتشفت انت لما تطلع على المباراه من بعيد تشعر انه النصر هو اللي كان عم يلعب هذا الزخم الكثير كبير، انه النصر هو اللي كان عم يحقق الانتصارات المتتاليه وما داور لعيبته. لعيبه نادي النصر كانت مرتاحه قبل بدايه هي المباراه، لعيبه الهلال هي اللي عم تلعب مباراه كل 3 ايام، وعلى الدقيقه 60 انت اللي توقع. في اشارات استفهام كثير كبيره. تمام، انت شايف حلتها لويس كاسترو واقاله لويس كاسترو القيله، هو رايح على الايقاف خلاص. اليوم لويس كاسترو وضع راسه على المقصله، خلصت القصه، تمام. لكن عدم تبديل كم كثير كبير من العناصر رح يعيدنا الموسم الجاي لنفس اللحظات، ونحن عم نحكي على انه خلاص اقاله المدرب اللي اجى بعد لويس كاسترو هي مطلب جماهيري. فانا هذا كل شيء كنت حابب احكي عن مباراه الهلال والنصر. الاتحاد ضرب موعد جديد على مستوى الكلاسيكو بنهائي كاس الدرعيه، كاس السوبر السعودي. اجواء ايجابيه متواجده حاليا على مستوى نادي الاتحاد، اكثر ما بيعكرها حاليا هو ضربه لموعد جديد قدام نادي الهلال. الكلاسيكو السادس اللي حنشوفه متمثلا بنهائي كأس السوبر السعودي، فأتمنى انك تكتب لي توقعك للنتيجة. هل الهلال رح يقدم تفوقه السادس على نادي الاتحاد هذا الموسم، او من الممكن انه الاتحاد يعمل اللي ما حدا حسن يعمله؟ لحد هون انا مضطر اقول لك انه خلصت الحلقة، لكن يسعدني اني اقول لك انا بشوفك بفيديو جديد من كورة.